السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال يا رب. تعالوا نشوف هنعمل ايه النهاردة. اكلة جميلة لزوم الشتاء، فنقول بسم الله ونقول اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. تعالوا نبدأ مع بعضين. جبت هنا بقى حلة وحطيت فيها مية وحطيتها على النار علشان نسلق فيها اللحمة. اشيل بقى الدنيا كده، اروق الدنيا حواليا. هي الدنيا رايقة الحمد لله، بس كان في الطاسة ديت هشيل بس اللي فيها كده، ويبقى كده البوتاجاز عندي مفيش اي حاجة عليه غير المية. هحط شوية ورق لوري في قلب المية وشوية توابل اللي هي 7 بهارات، شوية فلفل اسمر، شكرا. مش هحط اي حاجة تاني ولا حتى ملح. انا عندي اللحمة هنا قبل ما بحطها في التلاجة وكيسها كده ببقى غسلاها ومقطعاها وحطها في قلب الاطباق الفويل ديت. هغسلها بقى كده بشوية مية وهحط عليها شوية ملح، مش اكتر ولا اقل، لان انا كده كده انا غسلها قبل كده، فانا مش عايزاها تفقد القيمة بتاعتها. هشطفها بس مطرح التتليجة بتاعتها بتاعت الفريزر، هشطفها بشوية مية وملح، وبعد كده هشطفها بمية جارية وهحطها في قلب الشوربة. لو انتوا خدتوا بالكم الشوربة عندي بتغلي اهي قدامنا. هاخد بقى اللحمة كده بعد ما حطيت عليها شوية الملح، هشطفها مرة كمان كده تحت المية، وبعد كده هنزلها على الشوربة على طول. عايزة اقول لكم الاكلة دي جميلة جدا جدا جدا، ويعني من احلى الاكلات اللي تاكليها في الشتاء او في الجو اللي احنا فيه ده دلوقتي. يعني الجو ده بيحب الاكلات دي قوي. طبعا يعني محدش يسأل احنا هنعمل ايه. احنا هنعمل قلقاس زي ما انتوا هتشوفوا على الصورة بره كده، احنا هنعمل قلقاس. طبعا انا كنت امبارح عاملة بامية وملوخية وبطاطس ورز وكده، بس ما كنتش مصورة الحقيقة. فعندي لسه باقي طبق بامية وطبق ملوخية، اكيد مش هركنهم، اكيد هسخنهم في وسط الاكل دوت عشان يتاكلوا. يعني ما تركنيش حاجة وتسيبيها او ترميها بواقي اكل، حرام طبعا، يعني نستفيد بيها احسن لنا. والاكل ده بيحب يتاكل تاني يوم قوي، وبالذات البامية. انا عندي هنا بقى طلعت الكيسين اللي قدامكم دول قلقاس من اللي احنا كنا مفرزينه، يعتبر اخر كيسين قلقاس موجودين عندي. انا مش فاكرة احنا كنا مفرزين كام كيس، بس يعني دول اخر حاجة موجودة. هشطف بقى كل الحاجات اللي عندي في الحوض دي. كان عندي شوية كوبايات بقى مطرح الشاي ومطرح الفطار بتاع الصبح والحاجات دي، هشطف كل دوت كده وارجعه في مكانه في نفس التوقيت اللي اللحمة بتستوي فيه، اللي هو ما تخليش الدنيا متكركبة حواليكي. عايزه اقول لكم يعني الجو اليومين دول ده جو عيا، خلي بالكم قوي. غير كده من الجو، من الفيروس اللي ماشي في الجو دوت بتاع الاطفال. يعني مش عايزه اقول لكم الجو عمال يتقلب. طول عمرنا عارفين ان الفتره دي ده بيقول لك جو العيا، اللي هو لازم نخلي بالنا بقى من لبسنا، لازم نخلي بالنا من التراب مثلا، بيبقى فيه عفرة كده وتراب، فلازم نخلي بالنا من كل دوت. ربنا يسترها علينا يا رب العالمين. طبعا بما ان انا ما فيش مواعين، يعني ما كانش فيه مواعين عندي، هي بس الكام كوبايه دول، فقلنا نخلصهم بقى. انتوا عارفين مش هنسيب حاجه، احنا الدنيا شتا ومتكتكين لوحدينا. بعد الغدا بقى نبقى نغسل بواقي المواعين التانية. هنشف بقى الحوض كده ومش هسيب حاجة عشان تبقى الدنيا رايقة. الشوربة بتاعتي هسيبها لحد ما اللحمة تستوي خالص، بس هلم بقى طبعا الوش بتاع الشوربة كده. طبعا دي طريقة لسلق اللحمة والطريقة اللي انا وريتها لكم قبل كده، بس بما ان انا مقطعة اللحمة اساسا رفيعة جدا،
فمش محتاجة ان انا اعملها بطريقة الصدمة اللي احنا عملناها قبل كده. يعني انا بحب اعمل طريقة الصدمة دي في الفتة بس. والسلق ده برضو اللي احنا عملينه مع بعضينا. انا هنا بقول لكم طبعا ان ده القلقاس اللي احنا عملناه سوا. سبت اللحمة لحد ما استوت خالص، وتقريبا كده والله اعلم يعني كانت شربت نص المية اللي في الحلة. لو انتوا خدتوا بالكوا انا ما حطيتش اي ملح على اللحمة. انا مش عايزاها يبقى عليها ملح ولا تبقى متملحة، عشان الصوصات اللي انا بحطها كلها بتبقى فيها ملح. هنزل بقى القلقاس بتاعي الاكياس كلها كده، الكيسين دول هنزلهم على الشوربة. خلي بالكوا ان انا قبل كده عملت القلقاس وغلطت غلطة كبيرة قوي فبوظت لي القلقاس. حطيت عود قرفة في الشوربة بتاعة اللحمة وانا بسلق اللحمة. فاوعوا تعملوا كده، النكهة بتتغير خالص خالص خالص، وبتبقى حاجة تانية خالص. يعني مش هتقدروا تاكلوها حرفيا. طبعا غليت مية بقى في الكتل كده وهنزلها على الحلة، وهسيب القلقاس بتاعي بعد ما اقلبه تقلبتين كده هسيبه يستوي بقى على نار هادية. بس خلي بالك منه برضو علشان القلقاس ملهوش روح يعني. يعني ما تغيبيش عليه او ما تبعديش عنه. هطلع بقى حلة اعمل فيها الرز، وهطلع صينية للحمة. طبعا عايزة اقول لكم ان احنا ما بناكلش اللحمة مسلوقة كده للأسف. ما خدناش عليها كده بالطريقة دي. فاحنا بناكلها يا بالطريقة اللي انا عملتها ديت اللي هي سويت انصار، يا اما بناكلها متحمرة. لكن مسلوقة للأسف ما عنديش حد ولا أنا نفسي باكلها مسلوقة، مع إنها أفيد بكتير طبعا. هنا بقى هحط معلقة سمنة. أنا طبعا مطلعة معلقة سمنة بلدي، بس للأسف أنا كنت حطيت البرطمان بالليل في التلاجة، فبصوا جمدت ازاي. يعني أنا سيحتها بالليل وحطيتها في البرطمان دوت فجمدت خالص. بس عادي هسيبها بره كده هتفك لوحدها. طبعا انا حطيت معلقة السمنة على اللحمة وهطلع الفاصوليا. خلاص احنا بقينا بناكل الفاصوليا بالطريقة دي احلى بكتير جدا من ان انت تطبخيها او تعمليها باي طريقة تانية. يا تعمليها بالطريقة دي يا تعمليها خضار سوتيه مع كوسيتين بقى وبطاطسيتين، يعني برضو هتبقى تحفة. وشوية فلفل اسمر وشوية ملح بسيط جدا من فوق من على الوش. بصوا شكلها عامل ازاي. ما شاء الله لونها يعني اخضر اخضر زرعي كده، وشكلها يفتح النفس. هقلب بقى كل ده كده وهنزل عليه صوص الباربيكيو اول حاجة. والنهاردة كنت مزودة كل الصوصات، صوص الباربيكيو، وهنزل عليها مستردة كمان شوية مستردة. طبعا انت ممكن تعمليها من غير كل الصوصات دي، شوية فلفل اسمر وشوية ملح وشكرا. بس انا عشان الحاجة دي كانت موجودة عندي، شوية صويا صوص وشوية دبس رمان وشوية خل تفاح. هتقولولي طيب انتي ليه بتعملي كل ده على اللحمة؟ هقول لكم عشان احنا للأسف مش بنحب الطعم اللي هو الأساسي بتاع اللحمة، فبنحاول نخفيه بكل الطرق. بصوا انا عندي الفاصوليا خلاص استوت، واللحمة طبعا اوريدي مستوية. فيا دوبك بس هيتقلبوا تقلبتين كده يشربوا من الصوص دوت واللحمة تشرب منه، وبعد كده هطفي عليهم واحطها على جنب. انا كده خلاص خلصت اللحمة بتاعتي. هحطها على جنب بقى واطلع حلة كده احطها
عشان اعمل فيها الرز بتاعي، عشان يبقى اول ما القلقاس يخلص ونطفي عليه يكون الرز كمان اتعمل، فكده يكون اكلك كله جاهز في وقت واحد مع بعضي. طبعا احنا عملنا الخضرة بتاعة القلقاس دي مع بعضينا قبل كده، مش محتاجين ان احنا لسه هنعرفها اتعملت ازاي. واللي ما شافش الفيديو يرجع للفيديو تاني بتاع التفريزات، هيلاقي الطريقة بتاعة عمل الخضرة بتاعة القلقاس. واللي مش عارف يوصل لها يقولي في الكومنتات وانا اوصله ليها او اعملها لكم من الاول وجديد، بما ان كده كده انا هفرز قلقاس الفترة اللي جاية ديت. انا هنا حطيت معلقة سمنة كبيرة، وحطيت شعرية عليها، وبدأت احمرها، احط عليها فص ماجي، وغسلت الرز وهنزله على الشعرية اول ما تتحمر. انا بالنسبة لي طبعا القلقاس كده خلاص بدأ يدخل على السوا، بس هسيبه لحد ما يعني احس ان هو مستوي، بس الحباية بحبتها، يعني ما تستنيش عليه ان هو يتهري ويفك من بعضين. ويا جماعة لما تيجوا تفرزوا القلقاس خلي كل واحدة، يعني انتي مثلا ايه اشتريتي 2 كيلو 3 كيلو 4 كيلو على حسب انتي هتفرزي قد ايه. ما تعمليش القلقاس 2 3 في كيس واحد. يعني ايه؟ يعني ما تقطعيش 2 3 وتحطيهم في كيس واحد، لان مش كلهم سوا واحد، كل واحدة ليها سوا غير التانية، فاهمين؟ فانتي اعملي ايه، حطي كيس مثلا فيه واحدة او واحدة ونص او 2 على حسب الاسرة بتاعتك، انتي هتعملي الوجبة بتاعتك قد ايه. يعني انا الكيسين اللي انا طلعتهم دول كانوا 2 كبار، تمام. حطيت واحدة في كيس والتانية في كيس. اما جيت اسويهم كان المفروض ان انا احط دي لوحدها ودي لوحدها، بس طبعا حطيتهم مع بعضيهم وطلعوا بسم الله ما شاء الله، يعني الاتنين كانوا زي الزبدة. تقريبا كنت مفرزاهم السنة اللي فاتت في نفس التوقيت ده تقريبا يعني. هبدأ بقى انزل الخضرة بتاعتي. انا بحب الخضرة كتير، يعني في ناس بتحط خضرة قليلة قوي قوي قوي. انا بحس ان ده بيبقى قلقاس مايع كده، مش ليه طعم. لكن احنا بنحب نحط خضرة نحطها بضمير، يعني بصي كتري على قد ما تقدري زي ما بيقولوا. طبعا انا كنت حاطه بقى طبق الباميه الناحيه التانية بسخنه، فكنت بقلبه. طالما حطيت الخضره كده اعرفوا ان القلقاس بتاعي كده شبه خلص خلاص، او خلص مش شبه خلص. هحط له بقى الملح، لان طبعا زي ما انتوا عارفين انا ما كنتش حاطه ملح من الاول في الشوربه، تمام. فانا ما كنتش حابه ان الشوربه تقصر وهو يستوي ويملح اكتر، فكنت مستنيه لحد ما يستوي خالص ويبقى اخر غلوه هي اللي هيتحط فيها الملح. انا هنا كده بصوا القلقاس لونه عامل ازاي، ما شاء الله، يعني لون وريحه وطعم وكان حاجه كده زي الزبده، ما شاء الله عليه، كان زي الفل. بصوا انا بحب اللون ده، يعني ولا بحبه غامق قوي اللي هو الغامق المحروق ده، ولا بحبه اللي هو الفاتح اللي ما تحسيش ان انت بتاكلي قلقاس بتاكلي ميه ده. لا لا، احنا بنحبه بالطريقه دي وبالشكل ده، كده تحسي ان هو فيه خضره واخد حقه في السوا، واخد حقه في خضرته وفي التسويه بتاعه الخضره. انا طبعا بحط توم كتير قوي في الخضره، وبحط خضره كتيره. آم، مش خضرة شبت وبقدونس، لا انا بحط سلق كتير، تمام. فده بيغير بقى الطعم تماما، بيخليه حاجة كده زي الفل تحبي تاكليها. إيه لو خدتي طبق شوربة لوحده في السقعة اللي احنا فيها دي، هو كفيل جدا يشبعك، مش محتاجة جنبيه اي حاجة. ما بالك بقى ان احنا عاملين جنبيه رز وسلطة كمان يعني مش قادرة اقول لكم بقى. خلاص كده هبدأ بقى ان انا اغرف القلقاس بتاعي، خلاص انا طفيت عليه.
ويبقى كده الغدا بتاعك جاهز في اقل وقت ممكن. عشان كده بقول لكم يا جماعة حاولوا على قد ما تقدروا تفرزوا اي حاجة تكون موجودة عندكم في البيت. يعني انا امبارح لما عملت الملوخية والبامية والرز والبطاطس، طبعا البامية عندي متفرزة، احنا مفرزينها سوا، وال والملوخية نفس الحكاية احنا مفرزينها سوا. البتاع البطاطس بس هي يا دوب اللي ما كانتش متفرزة طبعا. فعايزة اقول لكم اللي هو إيه، كل حاجة على طول. اخر شوية بسلة عملتهم اول امبارح، بسلة بالجزر، فعارفين اللي هو لا ما شاء الله إيه الحاجة خلصت في نفس التوقيت اللي احنا المفروض هنبدأ. الحاجة الجديدة كلها طلعت وهنبدأ نفرز التفريزات الجديدة. فدي احلى حاجة، يعني اعملي حسابك ان الحاجات اللي انت هتفرزيها تكفيكي لحد ما ينزل الموسم الجديد او الخضار الجديد وتقدري تفرزي منه. انا خلصت الاكل بتاعي، ويا رب يكون عجبكم ويكون فيديو خفيف عليكم كده واستفدتوا ولو حاجة بسيطة منه. بصوا شكل الاكل والله يفتح النفس، بامية وملوخية وقلقاس ورز ولحمة وسلطة وايه هيصة. ما شاء الله. الف هنا على قلب اللي كل، والف هنا على قلب اللي هيجرب الطريقة دي. اشوفكم في فيديو جديد واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.